يسعد لي أوقاتكم أصدقائي، من وين عم تتابعوني وبأي وقت عم تتابعوني. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفة اليوم من وصفات المعجنات، يعني أو فطاير معجنات خبز الثوم. طريقة سهلة وبسيطة، ما بياخد وقت منكم نهائيا. ممكن على الفطور أو عشاء أو غداء جنب الشاي. يا سلام! فطاير أو خبز الثوم اقتصادية وسهل التحضير، ومثل ما خبرتكم ما بياخد وقت منكم نهائيا. يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير، ونقول بسم الله ونبلش. بلزمنا أول شي كوب حليب. الحليب لازم يكون فاتر. راح نضيف عليها ملعقة من خميرة فورية، ملعقة من السكر، نص ملعقة من الملح. طيب ما في حليب سائل، ممكن نستعمل حليب بودرة. أكيد حليب بودرة مع كاسة مي فاترة كمان بيعطي نفس النتيجة. بعد ما خلط المكونات راح نضيف كمان هلأ 50 غرام من الزبدة، ما يعادل ربع كوب. وراح نضيف 3 أكواب من الطحين. الطحين متعدد استعمالات. راح نضيف 3 أكواب ونبلش نعجنه. أهم شي العجينة يكون طرية. إذا حسيتوا عجينة عندكم ناشفة ممكن نضيف شوية الحليب على العجينة، بس بما أنه أنا متأكدة وقبل هالمرة عملتها، لهيك متأكدة إنه 3 أكواب بكفي وتمام. أنا عم بعجنها، ضفت عليها تقريبا أقل من ربع كوب 3 ملاعق من الزيت النباتي. وبلشت عجنتها كتير منيح بالعجانة. ما في عجانة نعجنها بالإيد، أهم شي نعجنها كتير منيح والعجينة يكون معنا طرية مثل ما خبرتكم. أهم شي العجينة ما يكون ناشفة حتى ناخد النتيجة ولا أروع. دائما المعجنات بدكم إياها تزبط معكم، أهم شي العجينة يكون طرية وكمان نعجنها كتير منيح. هلأ رح نترك العجينة ترتاح معنا تقريبا نص ساعة لا 40 دقيقة، فورا راح تتخمر معنا. ما شاء الله الدنيا شو، يعني ما بياخد وقت منكم نهائيا. المدة مو مهم، يعني يمكن 20 دقيقة، نص ساعة، ساعة، حسب الجو اللي البيت فيها برودة أو لا. لهيك بدكم تنتبهوا حتى يتضاعف حجم العجينة. يعني دائما لا تعتمدوا على الوقت لما نخمر العجينة. بالأثناء رح نجهز مع بعض الحشوة. للحشوة خبرتكم كتير اقتصادية. بيلزمنا تقريبا استعملت راس من الثوم، وأهم شي الراس يكون كبير. إذا صغير ممكن تستعملوا راسين. قشرتهم، ضفت عليها 4 ملاعق من الزيت أو ربع كوب من الزيت، وتركتهم على النار. النار يكون أقل من وسط حتى يستوي معي الثوم تماما، يعني لما نهرسها تهرس معنا بكل سهولة. طيب أم رامان، ما في أسهل أو طريقة تانية؟ هلا رح أخبركم. رح نضيف عليها بقدونس، وكمان زعتر البري والفلفل الأحمر، وكمان السماق، وكمان ملعقتين من الزبدة. ضفت عليها وهرستها كتير منيح. هاي النتيجة. ما بدنا نقليها بالزيت، ممكن نقليها أو عفوا نحطها بقلاية هوائية. طيب ما في قلاية هوائية، ممكن نغطيها بالورق الزبدة، ورق قصدي، ونحطها بالفرن. وهيك تاخدوا النتيجة كأنه قليتوها بالزيت. بس أنا بحب طعمة الزيت، لهيك قليتها بالزيت حتى استوى معي. يعني لما بتهرسوها تهرس معكم بكل السهولة. والعجينة ما شاء الله تخمرت بهالأثناء مثل ما أنتم شايفين. رح نشكل 3 كرات. طيب ممكن أصغر، ممكن تشكلوها 6 كرات، 7 كرات، حسب ما أنتم بتحبوا. أنا حبيت يكون 3 كرات لأنه بدي حجم الخبز يكون كبيرة، لهيك شكلت 3 كرات. وراح أترك العجينة تتخمر. بعد ما شكلت العجينة 3 كرات، هلأ رح نمد عجينة وينمد معنا بكل سهولة. أول شي نرش شوية الطحين مكان اللي نشتغل فيها، وبعدين نمد عجينة بالإيد، وبعدها نستعمل الشوبك. ممكن على الشكل دائري أو الشكل البيضاوي. أنا حبيت يكون على الشكل البيضاوي مثل ما أنتم شايفين، والسماكة يكون وسط، لا كتير سميكة وكمان لا كتير رفيعة. بهالأثناء بيلزمنا ورق الزبدة وكمان صينية الفرن. طيب ما عنا ورق الزبدة، ممكن ندهن صينية الفرن بشوية الزبدة ونمد عجينة بهاي الطريقة عليها مثل ما انتم شايفين. ورح نكمل 3 بنفس الطريقة. طبعا أهم شي الفرن هلأ يكون شغال، يعني الفرن يكون حامي مسبقا على درجة حرارة 200 من فوق وتحت. رح نمد العجينة 3 كرات اللي شكلناها بنفس الطريقة. وهلأ رح نغطيها ونتركها تقريبا 10 دقايق
وبعدها بنشوفها. بعد ما تركتها ترتاح 10 دقائق، الصوص التوم اللي جهزناها مع بعض راح ندهن فيها العجينة. خبرتكم ممكن نستغنوا عن الزيت ونجهز الثوم بالفرن. وأكيد مثل العادة راح أكتب المكونات بصندوق الوصف تحت الفيديو. قبل هالمرة عملت كتير أنواع الخبز بدون التنور، كمان بالفرن، وكمان خبز الصاج، وكمان خبز كيجنيش أو خبز الكزبرة. راح أحط الروابط بصندوق الوصف إذا حبيتوا، أو بنهاية الفيديو راح يبين معكم. مثل ما انتم شايفين وزعت الصوص التوم على 3 بالتساوي، وبعدها راح ندهن فيها مثل ما هو واضح بالفيديو. وإذا وصلتم معي لهون بتمنى لا تنسوني من لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل إشعارات. بعد ما خلصت التوم هلأ راح نرش عليها الجبنة. طبعا استعمل جبنة موزاريلا، أي نوع جبنة بتحبيها ممكن ترشي عليها. بتحبوا تكتروا الجبنة تقلوها، هاي بيرجع لكم، يعني إذا حبيتوها ممكن تكتروا كمان شوي. الجبنة موزاريلا بيعطي طعم كتير طيبة. هلا الخطوة اللي بعدها مثل ما انتم شايفين قسمت حبتين من البندورة ووزعتهم بهاي الشكل على الخبز. ممكن نحط البصل الفلفل الرومي، بس أنا بتكفي بالبندورة. ورح ندخلها على الفرن من فوق وتحت درجة حرارة 200، والفرن يكون حامي مسبقا وما بياخد وقت منكم نهائيا. عينكم عليها، يعني عينكم ميزانكم. بعد ما طالعتها من الفرن بنرجع بنغطيها تقريبا 7 دقائق ل10 دقائق. وبعدها ما شاء الله مثل ما انتم شايفين بصراحة الطعمة بتجنن. جربوها واكتبوا بالتعليقات شو رأيكم بهاي الوصفة وشو اسمها ببلدكم. خبرتكم انه وصفة سهلة وبسيطة وما بياخد وقت نهائيا، ومثل ما انتم شايفين ما شاء الله طرية مثل القطن. حتى لو ضلت تاني يوم ثالث يوم طبعا مستحيل يضل، لانه كتير طيبة. ممكن نعمل نص الكمية، اكيد ممكن نعمل نص الكمية، يعني نص كوب حليب، كوب ونصف طحين كمان بصير. ونقول بسم الله ونقطعها. وخبرتكم ممكن نعمل أقراص صغيرة بدل الحجم الكبير ونقطعها، لا ممكن نعمل أقراص صغيرة. وهاي الشغلة التشكيل بيرجع لكم. ما شاء الله شكلها بيدل على لذاذتها. جربوها، أنا متأكدة 100% رح تعتمدوها، خصوصا على الفطور مع كاسة شاي. يا سلام. وإذا عجبكم الفيديو وإذا مستاهلة حطولي لايك وتعليق وكومنت حلو مثلكم، وشيروها لحبايبكم وأصحابكم حتى الكل يستفيد. وإذا مو مشتركين فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة ونقول بسم الله وندوق أول وحدة. يا سلام كتير طيبة. وهيك وصلنا نهاية الفيديو، وإن شاء الله عجبكم فيديو. بشوفكم بالخير بفيديوهات الجاي.